قصة أبو هيبة ومقبرة الفرعون الصايع. كان في راجل غني اسمه أبو هيبة، غني جدا لدرجة إن كلبه بياكل كافيار، بس مشكلته إنه هايب غبي وبيحلم يعمل هيبة لنفسه بالآثار الفرعونية. شلة نصابين صايعين، واحد منهم كان نجار والتاني سباك والتالت بياع كحك متقاعد، شافوه قالوا الواد ده عظمة على عظمة يا فندم. المقبرة 5 نجوم، بنوا له أوضة تحت الأرض في حتة صحراوية، قعدوا يومين يلطشوا الحيطة ببويا زيتي مطفي وقالوا له دي صخور جرانيت أصلية عمرها 7000 سنة. الرسومات الهزلية الهيروغليفية اللي على الحيطة كانت مرسومة بقلم ماركر اسود ومترجمة ترجمة حرفية: ممنوع ركن السيارات خلف هذا التمثال، ومقبرة مغلقة للتنظيف الدولي. التماثيل البلاستيك، حطوا تمثال للفرعون كان عامل زي تمثال بلاستيك بتاع كرتون بس مدهون دهان نحاسي، وكان ناقص له ودن، وقالوا له دي آثار نادرة عشان خامتها خفيفة هتطير معاك أمريكا بسهولة. الشيخ النصاب جابوا واحد لابس شال صوف في عز الصيف، قالوا له ده الشيخ جندل من سلالة الجن الطيار. الشيخ جندل كان أصلا بياع عصير قصب بس صوته بيعمل رنة وهو بيتكلم. طقوس البخور، الشيخ جندل طلع بخور ريحته شبه ريحة جزمة جلد محروقة وقال ده بخور هندي أصيل بيطرد الملوخية، بس المقبرة دي عايزة دم. أبو هيبة اتنفض وقال يا ساتر، دم إيه؟ أذبح ديك؟ النصاب الكبير قام عامل نفسه متعصب: يا حاج أبو هيبة عيب عليك، ده مش دم حيوانات، دي عايزة دم فلوسك، يعني كل قرش تعبت فيه لازم تحطه هنا عشان روحك ترتاح، الجن عاوز فدية كاش يا حج. أبو هيبة بكل سذاجة وهيبة طلع كرتونة مليانة فلوس، أخدوها النصابين وطاروا زي العفاريت، وسابوا أبو هيبة واقف جنب تمثال الفرعون البلاستيك بيقرأ يافطة الهيروغليفية اللي بتقول نرجو إخلاء المقبرة في موعد أقصاه الجمعة القادمة.